يا ترى مين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كلنا بنحبه قوي، بس للأسف كتير مننا ما يعرفش هو مين؟ يلا بينا نحكي الحكاية. في البداية خالص سيدنا إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم، وجت قبيلة اسمها خزاعة خرجت قبيلة جرهم من مكة، واتبقى في جرهم في مكة ناس بسيطة، وسيطرت قبيلة خزاعة بقيادة عمرو بن لحي لمدة 500 سنة. وبعد ال 500 سنة دول جه واحد من أعظم الناس، راجل غني جدا وعنده أولاد كتير جدا، عنده حكمة ومنصب. كان اسمه ايه؟ اسمه قصي ابن كلاب. عمل ايه بقى قصي ابن كلاب ده عشان يبقى عظيم؟ كان جده الكبير هو سيدنا إسماعيل، وكان جده من نسب أمه هو من أكبر زعماء جرهم، أول ناس سكنت مكة، يعني كان نسبه كبير. فراح قصي ده متجوز واحدة من قبيلة خزاعة اللي هي حكمت 500 سنة، وبعدين مات حما قصي، وساعتها قصي قال أنا أحق واحد بالحكم، وكانت هتحصل خناقة بين الطرفين، بس هم حكموا أحد الحكماء والكهنة، وفعلا راحوا للحاكم الكاهن ده وطلب منهم الأمان. قال لهم أنا هحكم بالعدل بس تدوني الأمان. راح قالوا له خلاص هنديك الأمان. وابتدى قصي بن كلاب ده يقول أنا جدي إسماعيل وأمي من قبيلة جرهم أول من حكمت مكة، وكمان حماية كان هو زعيم خزاعة، فأنا أولى واحد بالحكم. وفعلا اتحكم له إن هو يحكم مكة كلها بكل حاجة فيها، وكان عنده أبناء كتير جدا، كان من ضمنهم واحد اسمه عبد مناف. وساعتها قصي ده عمل دار مناسبات لكبار القوم سماها دار الندوة، وقصي بن كلاب ده ساعتها كان حاكم العرب ومن أبنائه عبد مناف، وعبد مناف ده خلف هاشم، وهاشم خلف عبد المطلب، فكان كل واحد من ولاده بيورث لابنه الحكم والهيبة والسيادة في القوم. عشان كده كان جد النبي عبد المطلب له شأن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له نسب كبير. وعبد المطلب ربنا سبحانه وتعالى اختاره ان هو يعمل حاجة عظيمة جدا. في يوم من الايام حلم عبد المطلب ان حد جه وقال له احفر زمزم، والحلم ده اتكرر كتير، وفي كل مرة بيحلم بالحلم ده كان ربنا بيديله دليل عشان يلاقي المكان اللي جرهم طمست زمزم فيه، فيجيله أحلام إن هو في الحتة الفلانية وجنبه الحتة الفلانية، وهتلاقي طائر هيجيلك في الحتة الفلانية، ساعتها احفر فيها. وفعلا حفر جد النبي عبد المطلب ولقى بئر زمزم بعد 500 سنة، ما حدش كان يعرف عنه أي حاجة، ورجعت مكة يبقى فيها المية تاني. وساعتها عبد المطلب ما كانش عنده أولاد، فشوية من سادات مكة حبوا ان هم يشاركوه وياخدوا منه السقاية اللي هي سقاية الحجيج وسقاية الماء كلها، وحصل مشكلة بينهم. وبعد كده جد النبي عبد المطلب بقى هو برضو اللي بيسقي الناس، وهو المسؤول عن بئر زمزم عشان هو اللي حفرها. ساعتها بقى لما الناس اتجمعت وكانوا عايزين ياخدوا منه السقاية قال انا الناس جاي عليا عشان انا عندي 6 بنات بس وما عنديش اولاد خالص، والله لو جبت 10 من الذكور لهطلع واحد منهم لله. وندر عبد المطلب الندر ده، وربنا سبحانه وتعالى بعدها اداله 10 ذكور، وحس لما كبروا ان هو لازم ينفذ الدين اللي عليه. في 4 من ال10 ولاد دول حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، 2 منهم اسلموا و2 لا. اللي اسلموا مين؟ حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، والاتنين دول كانوا من كبار الصحابة واسلموا مع النبي، والتانيين ابو لهب وابو طالب. واصغر واحد في الذكور دول كان عبد الله، اصغر ابناء عبد المطلب. وساعتها عبد المطلب كان بيعمل حاجة متعارف عليها في قريش كلها، اللي هي ايه؟ اللي هي القرعة. كتب اسماء ابنائه ال10 وحط كل واحد فيهم في ورقة، وراح عند الكعبة وقدام كل الناس ويشوف مين الابن اللي هينفذ عليه الدين. وكان بيقول يا رب ابدا ما يطلعش عبد الله، عشان كان احب ابنائه اليه وكان اصغر واحد فيهم. ويبدأ عبد المطلب يسحب الورقة تطلع ايه؟ تطلع عبد الله. يتضايق جدا ويعيد القرعة تاني،
تطلع برضو عبد الله. وقعد يعيدها كتير، وفي كل مرة تطلع من ضمن أبنائه العشرة عبد الله. ساعتها عبد المطلب قال خلاص لازم انفذ النذر اللي عليا واعمل فيه زي ما كان سيدنا ابراهيم هيعمل في سيدنا اسماعيل. وخلاص جابوا قدام الكعبة وبدأ ان هو ينفذ ده. وساعتها سادة قريش كلهم اتجمعوا عليه وقالوا له لا، لو عملت كده هتبقى سنة في قريش وهيقلدك كل زعيم ينجب 10 من الذكور. فقال لهم طب اعمل ايه؟ قالوا له انت تروح لواحدة كهنة هي هتتصرف في الموضوع ده. وفعلا راح لواحدة من كهنة قريش وسألها، قالت له هتجيب ورقتين وتحط في واحدة اسم عبد الله والتانية مكتوب فيها 10 من الإبل وتعمل قرعة، ولو طلع لك اسم عبد الله حط بدل 10 دول 20 إبل وتعمل القرعة، وكل ما يطلع لك اسم عبد الله تزود 10 من الإبل فداء ليه. وفعلا فضل عبد المطلب يعمل كده هو والكهنة قدام كل قريش، وفي كل مرة كان بيطلع له اسم عبد الله لحد ما وصل ان هو حط 100 ناقة واسم عبد الله. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى خلى الورقة يطلع فيها 100 ناقة، واتذبحت 100 ناقة فدا لعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين. كبر عبد الله واتجوز واحدة ليها نسب كبير جدا من يثرب والطائف، بس هي وقتها كانت عايشة مع خلانها في يثرب. اسمها ايه؟ اسمها آمنة بنت وهب. وتزوجها عبد الله في سن صغير جدا، ويتجوز عبد الله من آمنة بنت وهب وشهور قليلة جدا وحملت آمنة. وساعتها عبد الله كان تاجر، وهو بقى في تجارته يموت عبد الله ويتيتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي للدنيا. وتولد أم النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول في عام الفيل بعد حادثة الفيل ب50 يوم بس. وتوصف آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم كأنها بيطلع منها النور، ما حستش بألم أبدا. ويولد النبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما بيبكيش ووجهه كالبدر. وساعتها كان شائع في قريش إن عشان الطفل ده يبقى فصيح اللسان ويتعلم الشجاعة لازم ترضعه واحدة من قبيلة اسمها سعدية بيسكنوا الصحراء. وكانت القبيلة دي كل نسائها بيشتغلوا مرضعات، وكانت الستات وقتها بتحب انها تاخد العيال اللي ابهاتهم اغنياء عشان يجيبوا لهم الهدايا الكثير طول فترة الرضاعة، ويتحط الاطفال كلهم ويكون من ضمنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتدخل كل المرضعات وتسأل كل واحدة يا ترى الطفل ده ابوه ايه؟ اللي تلاقي ابوه غني تاخده. وييجوا عند النبي صلوات الله عليه، ولما يعرفوا ان هو يتيم محدش يرضى ان هو ياخده لحد ما يمشي كل الاطفال وما يتبقاش غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد اليتيم اللي اهله مش اغنياء. وفي الوقت ده كان في مرضعة اسمها حليمة جت متأخرة شوية عن كل النساء، وتدخل وما تلاقيش غير طفل واحد بس هو النبي صلوات الله عليه. وتسأل عن ابو الطفل ده وتعرف ان هو ميت، وتقول انا هاخده كده بركة يكون معايا في البيت بدل ما ارجع للقبيلة من غير ما يكون معايا اطفال. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية عشان ترضعه في الصحراء، ويقعد معاها النبي من 2 ل3 سنين. وتحبه حليمة السعدية وتقول من ساعة ما دخل البيت والبيت بقى كله بركة والارزاق كترت. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 3 سنين يجي بقى ابن حليمة السعدية الحقيقي اللي هو الكبير ويقول لها الحقي يا أمي الحقي، أخي القرشي حصل له حاجة عجيبة جدا، جاله 2 رجال بيض الوجوه بيض الملابس وأخدوه وشقوا صدره. وتجري حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم وتدور عليه لحد ما تلاقيه تحت شجرة وتسأله ايه اللي حصل لك يا محمد. ويبدأ النبي يحكي لها ويقول لها جالي رجلين بيض الوجوه وشقوا صدري وبعد كده ما حسيتش بأي حاجة. ودي كانت حادثة شق صدر النبي علشان يطلعوا منه كل الغل والحقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وساعتها جوز حليمة السعدية يقول لها لا، محمد بن قريش جدوده من سادة القوم، ولو عرفوا ان هو حصل له حاجة هيجوا مش هيسيبونا في حالنا، يا حليمة ارجعي لأمه. وحليمة بتقول كان يصعب عليا قوي ان انا ارجع محمد لأمه، بس جوزها اصر على كده. وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم لحضن امه من تاني. وبس كده، هي دي كانت حكايه النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، لو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم عشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم باذن الله فيديوهات تانية وقصص تانية، والسلام عليكم.